طائرة للاستعمالات الفلاحية. هذه الطائرة هي عبارة عن مزيج بين الطائرة ذات الأجنحة الثابتة والمروح. هذه الطائرة تحمل معدات تصويرية فائقة الدقة ومتعددة الأطياف، الشيء اللي يسمح لنا باش ناخذ صور للمزارع بأطوال موجات مختلفة. التكلفة المنخفضة. اثنين، بإمكانها الطيران على علو منخفض وبسرعات من 50 كيلومتر إلى 180 كيلومتر في الساعة. هذا راح يسمح لنا بأخذ هذه الصور لتحليلها بتقنية الذكاء الاصطناعي لإعطاء الحالة الصحية للمزرعة. بعدها نقوم بالتدخل للمعالجات، سواء معالجات كيميائية أو تسميد أو ما إلى ذلك. هذه المميزات تسمح لنا بأخذ مسح أو تصوير جوي دقيق وكذلك معالجات دقيقة. يعني المساحة اللي تقدر تعالجها في يمكن لهذه الطائرة أن تقوم بمعالجة ما يقارب 70 هكتار في الساعة. يعني الإضافة اللي تقدر تمدها قطاع الفلاحة هنا في الجزائر. طبعا احنا زارونا كثير من الفلاحين ومهتمين جدا بهذا المنتوج نظرا لما يقدمه من خدمات للفلاحين، لأنه خاصة الفلاحين والمزارعين اللي عندهم مساحات شاسعة. يعني توفر عليهم الوقت. أكيد راح توفر، أولا لأنه راح ندخلوا في ما يسمى بالزراعة الدقيقة. الزراعة الدقيقة يعني لا نقوم مباشرة بالمعالجة، وإنما نأخذ الحالة الصحية للمزرعة، نشخص حالة المزرعة الصحية، ثم نقوم بالمعالجة بعد ذلك، ونعالج فقط الأماكن التي تحتاج المعالجة. يعني لا نعالج نبات صحي، وإنما نعالج نبات يحتاج إلى معالجة. يعني آخر سؤال، أين وصلتم في التصنيع أين وصلتم في التصنيع؟ بالنسبة للتصنيع، احنا هذا المشروع هو الأحرى متى نرى هذا المنتوج في الجزائر؟ هذا المنتوج هو منتوج جزائري، دراسة وتصميما وإنجازا. نسبة الإدماج تفوق يعني تقريبا 80%. معنا كل هذه القطاع الموجودة في هذه الطائرة هي دراستنا وصنعنا. يعني أنتم في انتظار الرخصة فقط للإنتاج؟ احنا لحقنا إلى باب الرخص من أجل المرحلة القادمة، هي مرحلة التجارب، ثم بعد ذلك مرحلة شهادة المطابقة، ثم بعد ذلك ننطلق إن شاء الله في عملية التصنيع والتسويق. إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.